بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوانا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صدمة الاعلام الزملكاوي بقيادة رضا عبد العال وخالد الغندور. قبل ما نروح لصدمة خالد الغندور ورضا عبد العال، في تعليق جميل جدا من الاعلام الكبير محمد شبانة حابب اشاركه مع حضراتكم، ونرجع لبعض تاني مع صدمة الاعلام الزملكاوي بفوز النادي الاهلي بثلاثية ومقابلة الترجي التونسي في النهائي للمرة الخامسة على التوالي. النادي الاهلي في نهائي افريقيا. من الاخر مع محمد شبانة، ومساءكم دايما انتصارات وزي الفل. خامس مرة على التوالي الاهلي الى نهائي دوري ابطال افريقيا، محطة اخيرة في استاد رادس امام الترجي، ويتوج الاهلي بكاس افريقيا للمرة ال 12 في تاريخه. قلت لكم لو الاهلي هيعدي مازيمبي اعتبروا البطولة ان شاء الله اهلاوية. تألق غير طبيعي للبطل المصري، ومن غيره في افريقيا هو الملك، ومن غيره في افريقيا هو الاسد، ومن غيره في افريقيا بيفرح جمهوره الا النادي الاهلي. الاهلي كسب مازيمبي 3-0 عن جدارة واستحقاق، وحط كل الالفاظ التحفيزية والحماسية والقوية والبطولية في هذه المباراة. الحقيقة الاهلي بيقدم سيمفونية كروية على أرض استاد القاهرة قدام أكتر من 60 ألف متفرج. مارسيل كولر المدير الفني المبدع ورجالته ورجل المباراة أكرم توفيق. أنا بقول أكرم توفيق رجل المباراة، لكن المباراة كلها رجالة. كل لعيبه الاهلي في الماتش ده رجاله علشان خاطر يقهروا مازيمبي ويقهروا كل الظروف اللي كانت هناك في الكونغو، ويتأهل النادي الأهلي للمباراة النهائية. ألف مبروك للاعيبة النادي الأهلي، ألف مبروك للإدارة الفنية ومارسيل كولر وجهازه في النادي الأهلي، ألف مبروك لإدارة النادي الأهلي، ألف مبروك لكل المصريين والكرة المصرية، ألف مبروك لكل الجمهور المصري على هذا التأهل التاريخي خامس مرة على التوالي. ومن غير الأهلي يعمل كده 20 مباراة بلا خسارة لمارسيل كولر وللنادي الاهلي متتاليه في دوري ابطال افريقيا، ومن غير الاهلي يعمل كده عشان يتعادل ويتساوى مع الرقم القياسي للترجي كان 20 مباراه، ويتخطى مارسيل كولر الرقم بتاع مانويل جوزيه اللي كان 19 مباراه، منهم 14 انتصار وست تعادلات، والانتصار ال 14 اخرهم كان امام مازيمبي 3-0. تشكيله النادي الاهلي النهارده تشكيله الحقيقه كلها عقل وكلها اتزان من مارسيل كولر. ما عملش اي تغيير عن الماتش اللي هناك. قلنا ممكن يلعب امام عاشور في نص الملعب، هل هيدفع بحسين الشحات، هل كل اللي عمله انه سحب رضا سليم من التشكيله الاساسيه اللي كانت هناك، ودفع ببيرسي تاو من بدايه المباراه. انما بدا بمصطفى شوبير في حراسه المرمى، واحد من افضل الحراس اللي تواجدوا في النادي الاهلي مع محمد الشناوي في السنين الاخيره. مصطفى شوبير بيواصل التالق والابداع، وبيحافظ على شباكه نظيفه 7 مباريات على التوالي. يا جماعه دي ارقام بتتحقق، احنا بنقولها كده كانها عادي يعني، انما هي بتتحقق بمجهود وبتتحقق بكفاح وبتتحقق بشغل وبتدريب، تدريب شاق وبكل حاجه. مصطفى شوبير النهارده في حراسه المرمى لعب محمد هاني في اليمين، علي معلول في الشمال، رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم في قلب الدفاع. نص الملعب القائد اكرم توفيق. معقول اكرم توفيق بقى كده؟ ايه يا كولر اللي انت بتعمله ده؟ اكرم توفيق النهارده طب هتقعده ازاي؟ هتقعده ازاي لما رجع اليو ديانج؟ هتقعدوا ازاي في وجود مروان عطيه اللي رجع؟ مش ممكن يا جماعه. الاهلي بقى عنده في الحته دي عدد كبير من اللعيبه والنجوم، وكريم نيدفيد وعمرو السوليه وامام عاشور، مش عايز انسى حد يعني. العدد كبير، وكوكا طبعا من نجوم مباراه النهارده. طبعا فعلا اكرم توفيق كان من نجوم المباراة النهاردة، وهو بطل الليلة، وكل ليلة انقذ هدف ودخل هدف، وكان راجل بمعنى الكلمة. وزي ما قال الاعلام الكبير محمد شبانة، اللعيبة النهاردة كانوا كلهم رجالة. اما بالنسبة لخالد الغندور ورضا عبد العال وصدمة فوز النادي الاهلي بثلاثية، حتى الان وانا بسجل الفيديو خالد الغندور اللي هرينا فيديوهات وتعليقات يعني قبل المباراة، كان يعني ب3 ساعات عمل اكتر، نزل اكتر من منشور
ورضا عبد العال قبل المباراة كل يوم وبعد المباراة الأخرانية وكل يوم كان بيطلع علينا بفيديوهات يتكلم عن كولر ولاعيبة الأهلي وإزاي والتشكيل والحكاية والليلة وإزاي يلعب وإزاي ما يلعبش. حتى الآن الساعة 1 إلا 5 دقايق لن يظهر أو لم يظهر رضا عبد العال ولا خالد الغندور يعلقوا على المباريات. هتقولوا حضراتكم دلوقتي النهارده الجمعة، والنهارده ممكن ما يكونش عندهم استوديوهات على الفضائية، لكن حابب اقول لحضراتكم ان خالد غندور دائما بيطلع على صفحته على الفيسبوك وبيعلق على كل مباراة للنادي الاهلي، خصوصا لو النادي الاهلي متعادل او خسران. في نفس الوقت رضا عبد العال عنده قناة فضائية، عنده قناة على اليوتيوب دائما بيطلع عليها قبل ما يطلع على الفضائيات. يعني دايما رضا عبد العال يطلع بعد كل مباراة على في يعني قناته على اليوتيوب، يطلع يتكلم قبل ما بيطلع على اي فضائية من الفضائيات اللي متعاقد معاها. والنادي الاهلي لغاية يعني المباراة خلصت والجماهير احتفلت وكل اللي عايز يتكلم اتكلم، وحتى الان من الصدمه ما لا طلع رضا عبد العال ولا خالد الغندور. تقول لي ازاي الصدمه؟ اقول لحضرتك ان نادي مازيمبي كان دخل جون واتلغى، والجون ده لو اتحسب كده الاهلي كان ممكن يبقى خارج المباراه. نادي مازيمبي كان هيجيب جون، واكرم توفيق بطل الليله طلع الجون وانقذ النادي الاهلي، وكان نقطه تحول في المباراه، خصوصا بعد الفار لما لغى الجون. فكان هيطلع النهارده خالد الغندور يستفز جمهور النادي الاهلي ويهزر ويضحك كالعاده، وكان هيطلع يعلق تعليقات ساخره على نتيجه المباراه، وكان هيطلع رضا عبد العال يقطع في كولر ومجلس اداره النادي الاهلي، وكان هيقطع في لعيبه النادي الاهلي. لكن النهارده رضا عبد العال هيطلع يقول ايه؟ رضا عبد العال هيطلع يقول ايه على كولر اللي كان تشكيلته النهارده تشكيله مثاليه كلها رجاله. يعني التشكيله اللي مظبوطه ما فيهاش لف ودوران ولا افتكاسات. في نفس الوقت اللعيبه كلهم رجاله. لا رضا عبد العال عنده لاعب يقدر يتقطع فيه النهارده، ولا جمهور يعني جمهور معدي ال 50 60 70 الف متفرج، ومن اول مباراه لغايه اخر مباراه بيشجع بمنتهى الادب والاحترام، وحتى لما دخل فينا الجون تاني يشجع بحماس اكتر من قطع النظير. ولا ولا خالد غندور هيطلع يقول ايه؟ لا رضا عبد العال عنده حاجه يقولها ولا خالد الغندور عنده حاجه يقولها. خالد الغندور دايما يطلع ويمسك العصير الاخضر ويطلع يقول تعليقاته الساخره المستفزه. طبعا دلوقتي ما ينفعش يطلع ساخرا ومستفزا، واكيد رضا عبد العال وخالد الغندور هيطلعوا بس بعد ما تقبلوا الصدمه، وصدمه ان النادي الاهلي الغريم التقليدي لنادي الزمالك للمره الخامسه على التوالي في نهائي دوري ابطال افريقيا. والصدمه الاكبر كمان ان سان داونز اتغلب وطلع امام الترجي، وده سان داونز من الفرق اللي رضا عبد العال يعني بيتمنى انها تكون في النهائي ضد النادي الاهلي، ومن الفرق اللي هو مقتنع بها اقتناع كبير جدا. في نفس الوقت خالد غندور هيطلع برضو، يعني رضا عبد العال هو خالد غندور هيطلعوا بس بعد ما الصدمه تروح منهم، خصوصا ان غدا الزمالك هيلعب المباراة القادمة للزمالك في الكونفدرالية، المباراة الصعبة والصعبة جدا مع انها من اسهل المباريات. بطولة الكونفدرالية اللي بيشارك فيها الزمالك بطولة السنة دي سهلة جدا، وما يعني لأول مرة الفرق الأبطال الدوري ما يكونوش مشاركين في الكونفدرالية. وفريق دريمز فريق متواضع المستوى على قده استطاع انه يتعادل مع الزمالك على ارضه، ونادي الزمالك مطالب انه يفوز على ارض دريمز، او زي ما مازيمبي كان جاي النهارده عنده فرصه التعادل ضربات جزاء، عنده فرصه التعادل باي نتيجه ايجابيه، عنده فرصه الفوز. والزمالك قادر بشكل كبير جدا انه يفوز على دريمز على ارضه. لكن لو تم سوء الحظ ملازم الزمالك
هتكون حسرة وصدمة ومرارة للإعلام الزملكاوي، وطبعا حزن شديد جدا لجمهور نادي الزمالك اللي بنتمنى زي النادي الأهلي وجمهوره ما فرح النهارده، إن شاء الله نفرح بكرة بفوز الزمالك وجمهور الزمالك يفرح، وإن شاء الله يكون زي ما الأهلي في النهائي الزمالك يكون في النهائي. ونشوف زي ما قلت في كل فيديوهات بتكلم فيها ان عايزين نشوف الاهلي والزمالك في السوبر الافريقي ان شاء الله، حامل لقب بطل ابطال الدوري النادي الاهلي وحامل لقب الكونفدراليه نادي الزمالك، وان شاء الله نشوفهم في السعوديه في السوبر الافريقي ان شاء الله. ومعلش يا كابتن رضا، معلش يا كابتن خالد يا غندور، معلش والله يا كباتن النهارده يعني ضيعنا عليكم فرصة انكم تطلعوا، اللي يقطع في كولر واللي يسخر او اللي يهزر هزار يعني مش لطيف مع جمهور النادي الاهلي. وطبعا النهارده النادي الاهلي فرحان وجمهوره فرحان واللعيبه رجاله، وعشان اللعيبه رجاله النهارده ربنا كافئهم مش بفوز بنتيجه 1-0، ده بواحد واثنين وثلاثه. فالنادي الاهلي بالثلاثه يا حبيبي، بالثلاثه في النهائي الافريقي، وان شاء الله يعني ريحه البطوله ال 12 بدانا نشمها. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ولا عزاء لرضا عبد العال وخالد البيه الغندور، ورضا يا رضا اتدلع يا رضا.